حبينا نختم مع حضراتكم اليوم الشاق والطويل ده بكل حلاوته ووحشته وعايز اقول ان معانا واجهه مشرقه تؤكد لحضراتكم ان باذن الله البلد دي هتقوم لها قومه كبيره جدا جدا، وان بكره هيبقى رائع جدا ان احنا بندفع ثمن الايام اللي جايه اللي هنستريح فيها. واعتقد يا هشام نموذج مشرف جدا اللي معانا دلوقتي. اهلا بيك يا هيثم. باشمهندس هيثم محمد دسوقي، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا شيخ. النهارده بتقضي الساعات الاخيره قبل ما تطلع على الدوحه. مظبوط. في ايه في الدوحه؟ والله انا كنت اشتركت في مسابقه اسمها نجوم العلوم هناك، كنا حوالي 7000 مخترع. المسابقه بدات شهر ديسمبر اللي فات واستمرت لمده سنه. كنا 7000 مخترع في الاول، وقعدنا نصفي في عدد من المراحل، 8 مراحل بالظبط، لغايه ما وصلنا توب 4. دلوقتي انا واحد من ضمن افضل 4 مخترعين ضمن 7000. وان شاء الله يعني الحمد لله عديت كل المراحل، والمرحله الجايه هي معتمده شويه على الفوت، على التصويت من الجماهير، 50% فوت و50% تحكيم. فان شاء الله يعني ربنا يسهل، يعني العرب والمصريين كلهم يقفوا معايا يعني ان شاء الله. يعني مين تاني جنسيات يا هيثم معاك؟ انا معايا لبناني وكويتي وتونسي. عارف انت بتفكرني والله يا بيزو بيفكرني باحداث امير الشعراء والمسابقه بتاعه امير الشعراء، وكان برضو في عز الازمه وفي عز ما الدنيا والعه، وبرضو سافرت والحمد لله ربنا وفق فيها. احكي لنا الاختراع بتاعك ايه شكله والحدوته عامله ايه؟ والله هو المشروع ببساطه هو عباره عن تاتش ستيكر. الستيكر ده تلزقه تحت اي سطح يحولك من فوق تاتش. يعني مثلا لو لزقته تحت الخشب ولمست فوق الخشب يعرف انت لمسته. هو دي الفكره ببساطه، لكن ليه ابلكيشنز كتيره جدا. يعني مثلا من ضمن الابلكيشنز انك انت لو لزقت الستيكر تحت ورقه المنيو في المطعم ولمست صوره الاكله يبعت وايرلس انت طلبت الاكله دي من غير ما تستنى الويتر. كمان ممكن مثلا تتحكم في السبايسي، مثلا عايز سبايسي بدرجه معينه، عايز تعمل فوت للاكله بعد ما تخلص، كل ده عن طريق ورقه المنيو. دي احد الابلكيشنز. في ابلكيشنز كتيره جدا. يعني الابلكيشنز اللي طلبت مني في المسابقه مثلا ان انا احول الهدوم تاتش، ان انا اجيب ستيكر والزقه جوه الهدوم واتحكم بيها وايرلس في اي حاجه حواليا، والهدوم دي تتغسل والستيكر ده ما يتاثرش، والهدوم دي ما تتشحنش خالص. يعني تفضل مشحونه على طول. يعني مش كل شويه بقى اوصلها بالفيشه واشحنها، لا، هي الهدوم تفضل مشحونه على طول، وفي نفس الوقت تتحكم وايرلس. الحمد لله نفذت الموضوع ده. يمكن الدكتور فاروق الباز جرب المشروع بنفسه، وكان من ضمن المحكمين يعني في المسابقه، وطلب مني ان انا اعمل تليفون، اجيب ازازه شفافه تماما واحولها لتليفون. يعني هي الازازه شفافه وتمسكها تشوف اللي وراها، وهي في نفس الوقت تليفون، تلمس تتصل. ده برضه من ضمن الحاجات انا نفذتها هناك، ده كله منفذ يعني اتعمل كله. وكان من ضمن الابلكيشنز ان انا احول الحيطه تاتش. يعني الستيكر ده ممكن زي مثلا على الحيطه، ان انا مثلا تخيل دلوقتي الباتونز اللي هي بتاعت الاضاءه وكده، ممكن بدل ما يبقى الباتون زي ما هو موجود في البيوت، تدوس يفتح النور، دوس يقفل النور، لا، هو يبقى تاتش، يبقى الستيكر ورا الحيطه وتلمس الحيطه في مكان معين معمول عليه رسمه، تلمس يفتح النور. وده اللي فيه مميزات. اول حاجه ان انت لو جبت ميه ورشتها على الباتون ده ما يحصلوش حاجه طبعا. كمان الباتون بيكون بشكل، مثلا ممكن يكون بشكل لمبه او شمس او شمعه، مش شرط يكون بشكل بقى المفتاح، لا، ممكن يكون باي شكل يتناسب مع ديكور المكان بتاعك. وبعدين الباتون مش شرط يكون تفتح تقفل، تفتح يعني تلمس يفتح تلمس يقفل، لا، ممكن يكون سلايد، يبقى تلمس الحيطه في مكان تعمل دراجنج يتحكم في شده الاضاءه. ممكن مثلا نشيل موضوع الحنفيات. موضوع الحنفيات طبعا عشان الازمه المدارس بقى والحمامات في المولات والحاجات دي كلها بتبقى ازمه فظيعه جدا، البكتيريا والمنظر بيبقى شكل صعب. فالفكره ان ليه ما نعملش مثلا الحنفيات تاتش في الحيطه، مثلا المس في مكان يفتح الميه، المس في مكان ارفع درجه الحراره، المس في مكان اقلل درجه الحراره، واتحكم في سرعه الميه. فانا اوريدي نفذت برضو التطبيق ده، والحمد لله يعني عديت كل المراحل وعملنا الديزاين للمشاريع. يعني اوريدي انت من ضمن المراحل ان انت بتثبت فكرتك، وبعدين تطبق المشاريع في ابلكيشنز، وبعدين تعمل لها ديزاين ان هي تنزل السوق، وبعدين تعمل لها البيزنس بلان ازاي انك انت تفتح شركه وتحولها لمنتج حقيقي. الحمد لله عديت كل المراحل دي، ودلوقتي حان وقت الناس. يعني هي انا خلصت مهمتي في الاختراعات خلاص. يعني انا وقفت لغايه دلوقتي، والباقي كله على المصريين ان هم ان شاء الله يصوتوا لي. حبيبي هيثم، ان شاء الله المصريين كلهم ان شاء الله يصوتوا معاك. الاختراعات الثانيه اللي معاك ايه؟
والله انا يعني التونسي، الاخ التونسي مخترع ايه؟ هو تونسي عامل مشروع وايرلس باور، ان انابيب البترول بيحصل فيها حاجه، ان في روبوت بيخش جوه انابيب البترول وهما بيعملوا حاجه اسمها انسبكشن يعني انسبكشن للحامات الموجوده جوه الانابيب. الروبوت مثلا اللي جوه الانبوب كتير بيفضى الشحن بتاعه باسباب بقى انا بصراحه ما اعرفش الاسباب قوي يعني، بس الاسباب معينه ممكن يفضى الشحن. فهو الفكره ان هو زي يبعت لها وايرلس باور بحيث ان هي ترجع تاني تشحن ويرجع يعود مره اخرى بدل ما يتعطل جوه الانبوب. يعني باشمهندس هيثم 26 سنه 26 سنه مظبوط. خريج هندسه ازهر. هندسه الازهر، قسم هندسه اتصالات. الازهر، ونعم والله. انا اكتر حاجه كمان سعداني في الموضوع ان خريج هندسه الازهر وجمعت بين الحسنيين، الله ربنا يرجع شريكك. يزيدهم عليك نعمه. ربنا يزيدك. قول لي الاختراع ببساطه كده، تاتش سكرين، الستيكرز ده يتلزق على اي حاجه يبقى تاتش. شوفوا بقى حضراتكم الاستخدامات الرهيبه وكميه الحاجات اللي نقدر نستخدم فيها هذا الاختراع. الناس تصوت ازاي يا هيثم؟ ازاي تساعد هيثم بجد دلوقتي؟ يعني هم دلوقتي عاملين يعني تصويت كله عن طريق الاس ام اس، انك انت تبعت على رقم اللي هو 94407. استنى بقى، استنى 944 اكتبوا ورانا بالله عليكم ونزلوا الرقم على الشاشه. 944 0 0 7 7 94407 مظبوط. يبعتوا رقم 4. دي مسابقه نجوم العلوم. ويختاروا رقم 4. يكتبوا رقم 4 في يبعت الرساله. 4 جوه المسج. يبعت مسج مكتوب فيه رقم 4. ركزوا يا جماعه عشان انا كنت في الحوار بتاع امير الشعراء وفاهم الحوار ده. هتكتبوا 4 في رساله وتبعتوها على رقم 94407. ما فيهاش هزار. هنكتب رقم 4 في رسالة على 94407. ده الرقم اللي بتتبعت عليه الرسالة. فيها بس رقم 4. لكن الرسالة مكتوب فيها ايه؟ رقم 4. فيها رقم 4 بس. اوكي. اصل انا كنت في الحوار ده وفاكره. ان شاء الله ربنا يوفقك يا هيثم، وان شاء الله ترجع لنا مصر ونستناك في المطار برضه. ورينا الصور دي حلوه قوي. قلب الصور. انا عارف ان عنده اختراعات تانية. ورينا الصور اللي هي مع الدكتور فاروق الباز، واحد من المحكمين. دي صوره بتاعت يعني دكتور. لو ينفع تنزل عليك كلوزد يا هنعرف نقطع عليها يا رجاله. زي ما انت لا انت ما تتحركش. انت ما تتحركش. هو هيظبط عليك انت. يلا يا ماجد. أيوة. ممكن دي يمكن الدكتور غير بقى لو عايز تغير. ده دكتور احمد فاروق الباز كان بيجرب المشروع بتاع الهدوم بنفسه، اللي هو اللي انا بحاول هدوم تاتش. دي في اول مرحله كان طلب مني ان انا احول الرخام تاتش واحول الازاز تاتش، يبقى الازاز شفاف والرخام يبقى يعني احاول المس في اماكن معينه في الازاز، يبعت على الكمبيوتر وايرلس المكان اللي لمست فيه، وعلى الرخام نفس الكلام. يمكن المرحله بتاعت البروف كونسبت ومرحله الانجينيرنج كان فيها دكتور فاروق الباز، خد فيها الاول الحمد لله. دي في اول مرحله خالص لما كنت بشرح الفكره، اني بقول لهم يا جماعه انا عايز اعمل هو نفس البروتوتايب اللي معايا دلوقتي، ان انا عايز اعمل الموضوع ده. هو اوريدي البروتوتايب اللي معايا شغال، يعني ممكن اشغله للناس يفهموا الموضوع اكتر. يعني معاك الايه؟ البروتوتايب ده شغال، ممكن اوصله USB. طب ورينا المهمه. معلش يا سمير، دي اختراع مهم جدا. ثانيه معلش انا هظبط. لا انت براحتك. ده انت كمان عندك الخاتم الماوس، دي قصه تانية. ربنا والله الواحد بيفرح يا هشام طبعا، وبيحس بسعاده لما البلد قادره في ظل كل الظروف الصعبه انها تولد عباقره ومحترمين. كان معانا الاخوين بدران، ولد عنده 10 سنين و12 سنه، وخدوا اعلى جايزه من بريطانيا يوم 13 نوفمبر اللي فات. تابعناهم وسجلنا معاهم في البيت. 10 و12 سنه ازاي يخترعوا من الماده الخضراء اللي في النبات اللي هي يطلعوا الطاقه الشمسيه. تكلفتها مختلفه تماما عن الطاقه الشمسيه، التكاليف بسيطه جدا عن الطاقه الشمسيه الطبيعيه اللي بتطلع من السيليكون اللي بيطلع من الرمل، اللي هي الشرايح دي. الشرايح اللي بتختزن الطاقه الشمسيه تطلع من الكلوروفيل بتاع اللي في النبات. ورينا بقى، ادينا اهو تطبيق عملي لاختراع باشمهندس هيثم محمد دسوقي اللي رافع راسنا كلنا فوق السماء. اتفضل يا باشمهندس. هي زي ما انتم شايفين الخشبه دي اوريدي انا حاطط ستيكر ورا الخشبه،
والخشبه دي طبعا حاجه عازله جدا، احنا متعلمين ان الخشب ده عازل قوي جدا. بالظبط. هو كل الفكره ان الستيكر ملزوق على الخشب، يعني بيشتغل لغايه 5 سم خشب. انا دلوقتي هلمس مكان الخشب، هلمس مثلا في المكان ده هيبان على الكمبيوتر المكان اللي انا لمست فيه. دلوقتي انا لمست الخشب ما لمستش الستيكر. هي دي الفكره، ان انا بحول اي سطح لتاتش، لما هلمس المكان ده هيبان على الكمبيوتر المكان اللي انا لمست فيه. فهي كل الفكره، هي دي فكره المشروع، ان انا ازاي احول حتى الاجسام. يعني تخيل حضرتك دلوقتي وانت قاعد مثلا على ترابيزه الكمبيوتر مثلا في البيت، وانا عامل انجريفنج نحت على الخشب الكيبورد والماوس والحاجات دي كلها. الكلام ده مش موجود، يعني اوريدي ما فيش كيبورد، تخيلي بس. بالظبط. يعني يعني انا عامل نحت وحاطط الستيكر تحت الخشب، بالتاكيد لو وقعت ميه على الخشب مش هيحصل اي حاجه خالص. بالتاكيد انا ممكن اعمل دي اكتيفيت للكيبورد واقدر استخدمها كترابيزه عاديه. طبعا اقدر انا اتحكم مثلا سلايد في الاضاءه وانا قاعد على المكتب، اقدر انا اطلب حد تليفون وانا قاعد على المكتب. كل ده منحوت على المكتب، مفيش تليفون، مفيش كيبورد، مفيش ماوس، كل ده منحوت على نفس المكتب. وفي نفس الوقت هو على فكره مش ده بس يعني الابلكيشنز اللي انا عملتها للمشروع، في ابلكيشنز ثانيه في التاتش سكرينز. تخيل انت دلوقتي لما مثلا تروح محل مثلا زي H&M مثلا، تروح محل تلاقي انا كاحت مثلا عامل زي سكرين على شكل بدله. احنا دايما متعودين احنا نشوف تاتش سكرينز مربعه زي الايفون والحاجات دي، متعودين احنا دايما نشوف السكرين مربعه. الفكره اني لا، انا اقدر اعمل تاتش سكرينز مثلا على شكل واحد ببدله، زي ما انا كده قاعد، واحد يبقى واقف وعليه صوره بدله، ماشي، سكرين على شكل بدله. انا طول عمري بشوف سكرين مربعه، لا انت هتشوف سكرين على شكل بدله وفي نفس الوقت تاتش. ممكن تعمل سلايد تقعد تتفرج على البدل اللي موجوده في المكان كله من غير ما تخش المكان، والعروض الموجوده على البدل والحاجات دي كلها. فتقدر انك انت مثلا لو تقدر تتابع العروض مثلا دايما لما تروح مثلا مكان معين وتلاقي البنطلون غالي جدا ونفسك تشتريه، بتستنى دايما السيل. فكل مره تروح المحل تخش جوه تقعد تدور على السيل، وبعدين تلاقي لا ده لسه، وبعدين ترجع. ممكن على الواجهه الزجاجيه وانت بره المحل تعرف كل حاجه جوه المحل وانت واقف بره من غير ما تخش تقعد تدور على العروض والحاجات دي. فهي كل الفكره ان ده بيسهل عمليه الماركتنج شويه على المكان، وبيقوي الدعايه بتاعت المكان. كمان ممكن التاتش سكرين مش بس ان هي تاخد اي شكل، ممكن تاخد شكل مثلا طبق. لو انا داخل محل اكل اقدر انا اعمل دراجنج على الطبق، اتفرج على الاكلات الموجوده جوه قبل ما اخش. كمان ممكن ميزه التاتش سكرين ايه؟ يعني في تاتش سكرينز اوريدي الطريقه دي مستخدمه في اوروبا. التاتش سكرين ال 32 انش المستخدمه ثمنها 10000 جنيه، انا التاتش سكرين بتاعتي ثمنها 1000 جنيه ل 32 انش. وعندي ميزه في التاتش سكرين، انت مهما كبرت حجمها حتى لو عملت تاتش سكرين بعرض المحل كله ثمنها بيفضل ثابت ما بيتغيرش. طبعا الاستيكر ملزوق ورا ازاز المحل مش من قدام، زي ما هو ملزوق ورا الخشبه هنا، هو ملزوق ورا الخشبه هناك، ملزوق برضه ورا ازاز المحل، وبنلمس بمنتهى البساطه بيعلم اي لمسه، بيعلم خشب عازل كمان. خشب عازل. اختراع رهيب. قول لي مش هقدر اختم من غير ختم الماوس. ايه ختم الماوس؟ هو انا كنت ده مش اول الحمد لله مشروع لي، انا اشتركت بمشاريع كتير في مسابقات قبل كده. هو كان مشروع الماوس كمبيوتر بيتركب في الصباع زي الخاتم. كلنا عارفين الماوس الكمبيوتر العادي لما بتحطه على السطح لازم يشتغل وهو محطوط على السطح، اول ما بترفعه بيقف. الماوس الكمبيوتر اللي انا عملته الفكره فيه ان انت حتى لو رفعته من على السطح يفضل شغال. الفكره ان انا يعني ببساطه انا دلوقتي لو يعني في ليزر موجه على السطح واوريدي بيديتكت الموشن عن بعد، فحتى لو رفعت ايدك من على السطح بيفضل شغال. الفكره دي صغرت حجم الماوس جدا لدرجه ان انت ممكن تعمل الماوس على شكل خاتم. فانا اوريدي الحمد لله عملت الماوس ده وبيتركب فعلا في الصباع زي الخاتم، والكليكات بتاعته بقى مش تاتش، لا انت مجرد ان انت بس ترفع صباعك تحرك صباعك بيعرف انت عملت كليك. ده اشتركت بيه في مسابقه في الكويت، كانت مسابقه على مستوى العالم للاختراعات، الحمد لله خدت فيها المركز الاول يعني. بسم الله ما شاء الله. الكلام ده 2007، وبعد كده كرمت في ايد العلم ويعني كان في كان في عدد مسابقات بقى المحليه والدوليه تاني، سافرت اليابان وكده شهاده الامتياز من المعهد الياباني للابتكار والاختراع، كرم في عيد العلم الاختراع وستة مشاريع منها ماوس كمبيوتر على الخاتم، منها مشروع تاتش سكرين. المركز الاول والوصول الى نهائيات برنامج نجوم العلوم واللي يقام في قطر واللي بننتظر تصويتكم عليه 94407. محمد مندو بعت اول رساله، ارجوكم بالله عليكم رساله هتفرق معانا كتير وترفع من روحنا المعنويه ونستقبل هيثم استقبال الفاتحين. يا ايها الشعب المصري، اخوكم هيثم عمل اللي عليه. كانوا 7000 مخترع، والراجل بمجهوده وصل لان هم بيجيهم 4. عمل اللي عليه، الباقي على الله ونعم بالله، وبعدين عليكم انتم.